اموت واخس مفيش حاجه نافعه معايا ومش راضيين يطلعوني امشي. اموت واخس مفيش حاجه نافعه معايا ومش راضيين يطلعوني امشي. مش لازم تطلعي تتمشي في الشارع او تشتركي في جيم، عادي جدا. انا كل الناس عندي في العياده بمشيها على نظام مشي في البيت. بنبعت فيديوهات تمارين مشي في البيت بتقدري تتمشي. ملايين الكوتشز على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى اي ابلكيشن بلاتفورم، او نزلي اي ابلكيشن من على الموبايل تمارين مشي في البيت 30 دقيقه. اعمليها على معده فاضيه احسن من اي جيم واي شارع تتمشي فيه. ما تملكيش في السوشيال ميديا، ارقصي نص ساعه، ارقصي اي حاجه. المهم انهج وعرق وضربات قلب بتزيد. عندك حبل نطي حبل. عندك طرقة بيتك مثلا 5 متر، روحي وتعالي فيها لمدة نص ساعة بس. يبقى نعمل تمارين في البيت بأبسط حاجة. طيب عايزة اخس ومفيش حاجة نافعة معايا، ومين قالك ان انتي عملتيه ده نافع معاكي؟ ابسط حاجة تخليكي تخسي ان انتي تظبطي نومك، تظبطي ميتك، تظبطي حركة، تظبطي كميات الاكل بتاعتك من نشويات وبروتين وخضار وفاكهه. بين الوجبات اصوم صيام متقطع 12 ساعه ل 12 ساعه، واعمل صيام بين ما بين الوجبات، كل وجبه والسناك 3 ساعات، وما بين السناك والوجبه ساعتين. هنعمل تمارين تنفس الصبح على الريق، ان انا بحاول اظبط نفسي، باخد نفس جامد من مناخيري واطلعه من بقي علشان اقدر ازود الحرق عن طريق تمارين التنفس. بظبط الميه، كوبايه قبل كل وجبه، كوبايه الصبح عليه، كوبايه قبل النوم، كوبايه كل ساعه، كوبايه كل اذان، بحيث ان انا توتال اليوم الميه بتاعتي يزيد. اقلل من حصص الكربوهيدرات بتاعتي للنص. لو انا باكل رغيفين هاكل رغيف، ولو باكل 3 هاكل رغيف ونص، وهكذا. ببعد عن المقليات والمتسبك واكل من بره والسكريات واي حاجه معموله بالدقيق الابيض. في نفس الوقت الحركة بتاعتي اللي اتفقنا عليها بعملها 5 أيام في الأسبوع على الأقل. بشرب أعشاب كتير ترفع الحرق زي الماتشا والقهوة الخضراء والشاي الأخضر والجنزبيل واليانسون والنعناع والكمون والكركديه والشعير. كل الحاجات دي بتقلل احتباس السوائل وتخليني أفقد السوائل المتخزنة نتيجة اللخبطة كتير. بحاول على قد ما بقدر ان انا اتجنب الاكل قدام التلفزيون علشان بيخليني اكل من غير وعي، واقنن الكميه قبل ما اقعد اكل. بدل ما احط كل حاجه قدامي بقلل الكميه بتاعتي واحدد انا هاكل قد كده، وبحطه طبق اكلي كله في طبق واحد، بحيث ان انا سيكولوجيا ونفسيا اتهيأ ان دي الكميه بتاعتي، واكل بالراحه بحيث ما ازودش في الكميات. صدقيني لو طبقتي كل ده مش محتاجه لا الدكتور ولا التلفزيون ولا تطلعي تتمشي ولا اي حاجه. الموضوع سهل جدا، محتاج بالراحه وبهدوء. اعملي جدول مقاسات واعملي ميزان واعملي انبادي مره واحده في الشهر، وراقبي لما تمشي على التعليمات دي ايه اللي هيحصل وقولي لي.